انا كتب كتابي الاسبوع اللي فات. من اول ما كتبنا الكتاب والشخص اللي انا مرتبطه بيه ده تقريبا تحول. كل حاجه بقول عليها لا. عايزه حاجه في الشقه لا. مش عاجبني حاجه لا. هو لا. يعني هو لا، بدون اي مبررات. اتفاجئت بيه بيكلمني في التليفون بالليل، المكالمه بتاعتنا اليوميه، وبيقول لي جهزي نفسك بكره علشان والدتي نازله معاكي تجيب لك، تختار لك لبسك. مش تجيب لك، تختار لك لبسك. قلت له لا، مش فاهمه تختاري لبس ايه؟ لبس ايه اللي هتختاره لي؟ مش نازله بكره اجيب لبس ولا حاجه. قال لي لا، ما اصل احنا انا والدتي اتكلمنا مع بعض وامي مش عاجبها لبسك. قلت له طيب، هو انا اسفه معلش، ايه دخل مامتك بلبسي؟ مع العلم انا ده لبسي، يعني انا بلبس محتشم. انا بلبس مش محجبه، ولكني بلبس محتشم، بلبس طويل، ما بلبسش ضيق، كل لبسي فورمال. قلت له لا معلش انا اسفه، بس هو ايه دخل والدتك بلبسي؟ ايه علاقه والدتك بلبسي اصلا عشان تنزل تختار لي لبسي؟ قال لي والله انا زي ما قلت لك كده، احنا مش عاجبنا لبسك، واحنا محتاجين ان احنا نتكلم في الموضوع ده، وبعدين اصلا احمدي ربنا ان احنا قابلنا بيكي وانت عندك 29 سنه. ستوب بقى. وقفت بقى انا عند هنا. قلت له ايه؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ احترم نفسك، انت ازاي تتكلم معايا كده اصلا؟ مع العلم ان انا مديرته في الشغل، يعني هو كان موظف تحتي، وانا وافقت وقبلت وارتبطت بيه ووافقت ان انا اتجوزه، وقلت ما فيش اي مشكله خالص، وايه القضيه، هو شخص كويس ومحترم، فخلاص ايه المشكله؟ قلت له انت ازاي تتكلم معايا كده؟ انت ازاي اساسا تقول لي كده؟ 29 تمام، مفيش اي مشكله خالص. اعتبر من اللحظه دي ان انا بره حياتك، تقدر تروح تقول لوالدتك تختار لك واحده تانية صغيره لبسها مناسب وتكون على عجبكم وعلى هواكم وعلى مزاجكم، لكن انا اسفه جدا انا مش هقدر اكمل في العلاقه دي. وقفلت السكه. تاني يوم رحت حكيت لاهلي، قلت لهم حصل واحد اتنين تلاته، فاتفاجئ ان هم بيغلطوني انا. بيقولوا لي انت ازاي اصلا تتكلمي كده؟ انت برضو تطاولتي عليه، هو مضغوط علشان بيجهز للفرح ومش عارفه ايه، فايه المشكله؟ ثم ان انت عندك 29 سنه، انت كلها كام شهر وتكملي 30 وتبقي دخلتي في حته وحشه بقى، دخلتي في حته العانس. فخلاص مفيش حاجه لما تكملي، ويعني مايني الدنيا وعدي الموجه، الكلام اللي بيتقال ده. قلت لهم لا انا اسفه، انا ما غلطتش. انا ما غلطتش. هو اولا ما ينفعش ان هو يتكلم معايا كده. ثانيا انا مش كبيره. ثالثا هو معروف سني من اول يوم، هو عارفني فيه، عارف ظروفي، عارف سني، عارف البوزيشن بتاعي، عارف كل حاجه. فما يجيش فجاه يعايرني واحنا لسه على البر ان انا عندي 29 سنه. ووالدته ايه دي اللي هتتحكم في لبسي اصلا؟ تاني يوم انا رحت الشغل، طلبت نقله اصلا من الفرع اللي انا فيه تماما، لان انا مش عايزه ان انا اشوفه، مش عايزاه يكون قدامي مره تانية، مش عايزه اشوفه فعلا بعد اللي اتقال ده. اهلي دلوقتي قاعدين معايا بيقولوا لي حاولي ان انت تبايني وبتاع ومش عارفه ايه. هو طبعا اعتذر كتير جدا، حاول يكلمني 100 مليون مره، انا ما ردتش. كلم اهلي واعتذر لهم، واهلي عمالين يقولوا لي خلاص عدي الدنيا، دلوقتي مكتوب كتابك هيبقى اسمك مطلقه في الاول وفي الاخر، معلش ومش عارفه ايه وبتاع، وكل الجوازات بيحصل فيها كده، وكل الرجاله مش عارفه ايه والكلام ده كله، وعشان ما تدخليش ال30. وانا مصممه على الموقف، مش عارفه اكمل. غلطه وعدت، ولا لا انا عندي حق؟ لا انا عندي حق، انا مش قليله. انا السن ده ما يعوقنيش في اي شيء، ما هو انا كنت في السن ده في الفتره دي ببني نفسي، بعمل كياني. انا ما يعيبنيش شيء. ما ينفعش ان انا بعد كده اتعاير من ان انا عندي 29 سنه او 30. انا شايفه ان انا ما اكملش، واهلي شايفين انه لا، لازم تكملي، وما ينفعش ان اصلا الجوازه تتهد على سبب تافه زي كده. انتوا ايه رايكم؟